انت الصفقة الحقيقية اللي دخلت الزمالك وغيرت كتير في سلبيات احنا ما كناش حابينها. اولا اللعيبة اللي بقت بتيجي محدش بيعرف عنها حاجة، بتيجي بسرعة وبتيجي في الزمالك بنبص لا دخلت الزمالك. طب ايه كمان السلبية التانية؟ ان كنا بندفع ملايين ملايين ملايين، تقريبا نزلت النص. يعني لعيب كنا بنجيبه مثلا بمليون دولار انت بتجيبه 300 400 الف دولار. فدي شطارة، وهو ده اللي احنا كنا عايزينه عشان نقدر نوفر. اهم عجز عندنا ان احنا ما كناش بنقدر نوفي بالعقود، فدلوقتي هيفضل العقود ما بقتش كبيره، وفي نفس الوقت ما بنجيبش عقود بملايين، فبيبقى في وفره في الفلوس. الحاجه الثالثه ودي اللي انا حاببها، ان انت بقيت تنزل باعمار اللعيبه، اعمار يعني صغيره، عشان نقدر بعد كده لو حبينا نسوق لعيب هنسوقه. ودي الشطاره، وده ادي العيش لخبازه. بصراحه جون ادوار من اهم القرارات اللي خدها اداره الزمالك ان الراجل ده يبقى موجود.